الإفطار العلني في رمضان وما أدراك ما الإفطار العلني. عندنا واحد النص في القانون الجنائي كنستعملوه غير من رمضان لرمضان اللي هو 222. شنو كتقول هذه المادة هذه؟ أن أي واحد معروف باعتناقه الديانة الإسلامية وفطر في نهار في رمضان عمدا بدون أي عذر شرعي في مكان عمومي كيتعاقب بعقوبه حبسيه اللي كتبدا من شهر وكتوصل حتى 6 شهور، بالاضافه لغرامه ماليه اللي كتبدا من 12 درهم حتى 120 درهم، بشرط ان خصك تكون مسلم معروف بانك تعتنق الديانه الاسلاميه. وهنا فين كاين الاشكال. ماشي يكفي ان مثلا الا تم القاء القبض عليك وانت كتاكل اون بلان بيبليك ويسولوك وتقول لهم لا راه انا ماشي مسلم، لا خاص الناس مثلا العائله ديالك الجيران ديالك كيعرفوك بانك راه مسلم، باش كيعرفوك واش كيشوفوك كتخرج للجامع ولا هذا الله اعلم. على ايين وماشي في بلاصه خاصه مثلا داخل دارك ساد عليك وجالس كتاكل، ما عندش الحق شي واحد يهضر معاك. كيكون الاشكال مني كتاكل في مكان عام في واحد الحديقه مثلا ولا في الشارع العام غادي وكتاكل في رمضان، فهاد الشيء يوجب المساءله القانونيه. الا جيتوا عليا انا كنقول لكم القانون، الا جيتوا عليا انا كشخص استغرب اننا في 2025 باقيين خدامين بهذا النص هذا اللي كان في عهد الحمايه، جابيه قانون ليوطي في عهد الحمايه في 1913 باقيين خدامين به اليوم في 2025. لا يعقل. غتنوض لي واحد الفئه غتقول لك حنا مع على الاكيد كيف العاده، لانه ما يمكنش حنا كمسلمين كيستفزنا انه نشوفوا اشخاص تياكلوا في الزنقه على مرأة من الجميع وحنا في واحد الشهر اللي هو عظيم عند الله سبحانه وتعالى. المصيبه الكحله هو ان كاينين الناس عندهم اعذار. وكنت العام اللي فات بارطاجيت معكم مشكل ديال الصديقه ديالي اللي كتعاني من مرض السكري. قالت لي يا رمضان كان كيمثل لي قبل ما تمرض بمرض السكري النوع الاول، يعني كتاخذ الانسولين. كنت كنفرح ملي كيجي رمضان. قالت لي دابا لا مابقيتش كنفرح ملي كيجي رمضان. علاش؟ لانها كتكون خارجه كيطيح ليها السكر، طاح ليها السكر، واذا كان واحد النزول سريع وصل واحد الحد غتوفى. مؤخرا خاص صديقه ديالي توفى بسبب نزول السكري. على ايين هذاك النزول الحاد، فالسيده الا نزل ليها السكر خصها تاكل، فكتكون جايه من الخدمه. شحال من خطره كيطيح لها السكر ملي كتكون جايه من الخدمه. قالت لي وليت كنخاف لانها تعرضات للضرب قبل، ناضت كتاكل وتعرضوا لها الدراري ضربوها في الشارع. علاش كتاكلي انت في رمضان؟ هما عندهم العذر الشرعي هو دم الحيض، شي حاجه اخرى لا، واخا دم الحيض لا ما تاكليش لا في الزنقه. وتعرضات للضرب سابقا بسبب انها نزل ليها السكر، هزات التمره دارتها في فمها. هادو راه بحال هادو اللي كيديروا هاد الافعال هادو هما الارهابيين، هادو هما اللي خصو يتصدى ليهم سميتو القانون، ماشي دوك الناس اللي كيفطروا. بالاضافه المساله مهمه لان عارفه واحد الفئه ماشي غتناقشني بكل موضوعيه وانما غتهاجمني. قبل ما تهاجموني، ياك الصيام هو ركن من اركان الاسلام، وجا الصيام في المرتبه الرابعه. عندنا شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، عندنا اقامه الصلاه وايتاء الزكاه، عاد فاش صوم رمضان، عاد فاش الحج. مادام كنعاقبوا المشرع عندنا حنا اليوم كيعاقب على الصيام اللي جا في المرتبه الرابعه، الاولى انه يعاقب على الصلاه اللي جات في المرتبه الثانيه. فيما تكون الاقامه ديال الصلاه ياك ويبان ليه شي واحد في الزنقه جالس كيدور والصلاه راها قائمه، اعتقلوا. قولي علاش ما داخلش كتصلي؟ مادام كندخلوا الصلاه ركن والصوم ركن، والصوم كيجي في المرتبه الرابعه. مادام كنعاقبوا اليوم على الافطار العلني، نعاقبوا كذلك مثال الناس اللي ما كيصليوش. ملي كتكون الصلاه قائمه خاص كاع الناس يكونوا في المساجد، ماشي النص كاين في القهوه النص جالس كيبيع ويشري وكل واحد شنو كيدير، واحد خارج كيتمشى واحد خارج كيتقهوى. المنطق هكا تيقول. على اي انا هاد المساله ديال الاستفزاز عمرها ما دخلت لي راسي وعمرها ما ممكن تدخل لي راسي. المغاربه اللي ساكنين برات المغرب في دول اجنبيه كتلقى الاغلبيه خارج وبوحدو اللي صايم، كاع الناس جالسين تياكلوا في الشوارع، المطاعم مفتوحه عادي. نقولوا لا راه هذاك السيد كيستفزني حيت كياكل. اين هو المنطق؟ والله سبحانه وتعالى غيسالك على الصوم ديالك انت، على الصلاه ديالك، ما غيسالكش على داك فرتله اللي لقيتيه في الزرقان. بالعكس غيسالك الا شديتيه وشبعتي فيه صوم انت ما عارفش العذر ديالو. وراه دائما وابدا في كل رمضان كيوقعوا عندنا حوادث من هذا القبيل ديال اشخاص ما مربينش، ما ربوهمش والديهم، خاص القانون يتدخل ويربيهم.
وديما سبحان الله كيتعرضوا دوك الناس كيشبعوا فيهم عصا، في الاخر كيطلع هذاك السيد مريض. العام اللي فات كانوا تكرفسوا على راجل كبير في السن، حتى هو مسكين مريض وكان عنده حتى هو داء السكري، تكرفسوا عليه بالعصا. علاش؟ حيت جالس ياكل في الزنقه، غادي يقضي في غرضه طاح ليه السكر. دابا الناس اللي مرض عندنا في المغرب مساكن ما بقاوش قادرين يخرجوا حتى يقضيو غرضاتهم، لان عارف راسو الا احتاج انه ياكل في الزنقه خصو يشد واحد البوق ويبدا يبرح. عباد الله، انا راني مريض، راني فيا كذا وكذا وكذا، داكشي علاش غتشوفوني غناكل قدامكم، وسمحوا لي الا استفزيتكم. مع العلم كيضلوا يشوفوا في الاشياء اللي مخالفه للشرع ديالنا قدامهم، ما كيستفزهمش، كيستفزهم غير واحد تياكل بنهار قدامهم. على اي مساءكم مبارك.